السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في حدوتة بيتي. طبعا النهاردة أنا معايا جهاز سهل وخفيف وكتير بنحتاجه، خصوصا للناس اللي بتعاني من الفوضى أو عدم التنظيم، أو إن احنا نحط حاجة ونبقاش عارفين احنا حطينا ايه في المكان ده. النهاردة معانا طبعة كاسيو، والطبعة دي بتخرج لنا ملصقات بشكل سريع وسهل. كمان الملصقات دي مش بس نقدر نستخدمها في الترتيبات والتنظيمات في البيت، لكن ممكن نعمل فايلات للمكتب أو فايلات للفواتير في البيت ونحدد اسم الملفات. كمان ممكن يستخدموها الأولاد في كتابة اسمهم زي التيكت، ويحطوها بقى على الفلاسكس والكشاكيل بتاعتهم والكتب. الحقيقة ان هي سهلة جدا وسريعة. كمان فيها تنوع للخطوط، ونقدر نكتب عليها عربي وإنجليش. استخدامها سهل، مجرد الحروف واضحة وكبيرة نوعا ما، يعني نقدر نشوفها بسهولة وبنكتب اللي احنا عايزينه. وبعدين بنختار مثلا لو احنا عايزين نحط الخط ده في زي فريم او بوكس كده، او نتقله زي البولد او كده، كل ده متاح فيها. تحت كده على اليمين في الزرار الكبير شوية اللي بندوس عليه دلوقتي، شكله كده باللون الرمادي الغامق. الزرار ده يعني شبه الانتر كده في الكمبيوتر. بالمناسبة الطبعة مش محتاجة ان احنا نوصلها بكمبيوتر او برينتر، هي بتيجي بالشكل ده، والجزء اللي فوق بيتفتح ويتركب فيه شريط الملصقات اللي هنطبع عليه. نقدر نطبع بحجمين، يعني شريط الملصقات ممكن يبقى شريط رفيع، وممكن يبقى شريط يعني سميك شوية او عريض شوية. زي ما قلت لكم سهله قوي، يقدروا حتى الولاد يعملوا عليها كل اللي هم محتاجينه، ينظموا فايلاتهم. هنا الولاد بيحاولوا يكتبوا اساميهم، وهنا بتبتدي البرينتر دي تطبع. بصوا كده، دي الملصق اللي طالع واللي احنا كتبناه. هنا بنوريكم ازاي البرينتر دي بتشتغل. طبعا كاسيو ماركة معروفة، وشكل البرينتر دي انيق قوي، يعني شبه الآلة الحاسبة شوية، بس يعني اكبر شوية. وبرضو في آلات حاسبة بيستخدموها في الشغل، يعني بتبقى في نفس الحجم تقريبا. بصوا كده، ده اللي الولاد كتبوه، هما كانوا بيحاولوا يكتبوا اسامي. هنا بنقرب عليها علشان اوضح لكم ان هي واضحة، نقدر نكتب حروف، نقدر نكتب ارقام. ده هنا بقى الملصق نفسه، العلبتين دول او العلبة دي مقاس 12، وفي مقاس تاني اللي هو مقاس 18. وبرضو هنا يعني لو شايفين اللون الابيض في الاصفر ده بيطلع لون مختلف عن العلبة التانية اللي هي مقاس 12. طبعا على حسب بقى يعني استخدامنا، او هنحطها على ايه او هنستخدمها في ايه. نقدر نجيب دي او دي. انا بحاول اقرب لكم الصورة علشان تبقوا متخيلين. طبعا في يعني برينترز تانية بتستخدم في اعمال اكتر او شغل اكتر، اللي بيستخدموها مثلا في السوبر ماركت وكده، لكن انا بتكلم على حاجة تنفع في يعني البيت، ننظم بيها التوابل، زي ما قلت لكم ننظم بيها بعض الملفات. هنا هنحاول نفتحها عشان نشوف المكان اللي بيركب فيه الورق اللي هتطلعه لنا بعد كده لما نعمل اوردر، يعني ان احنا نطبع.
بس كده، حاجة بسيطة سهلة جدا. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وأتمنى ان انتوا تدعموا القناة، وان شاء الله هنحاول نوفر لكم الفترة اللي جاية حاجات خاصة بالدراسة وتسهيل الأعمال في المنزل، وكل ما يخص الأسرة زي ما تعودنا على مدار السنين. حدوتة بيتي.